هنعمل مع بعض أحلى صينية كنافة بالموز وصوص الكراميل. نبدأ الفيديو ونقول بسم الله ونطلع كيس الكنافة اللي مرمي في الفريزر ده، خليته كده يعني هريته خليته زي البودرة كده معاكم. ناخده بقى على نار سخنة يعني كده، نجيب أنا عملته في صينية عشان خاطر يبقى واخدة مساحتي. ابدأي قلبي فيها باستمرار هتفك معاكي زي ما انتم شايفين كده، وهتديكي اللون الجميل ده. وبدأت طبعا انزل بتلات اربع معالق شربات على الكنافة بتاعتي، اما تحسي ان الكنافة كلها شربت كده عشان تبقى مسكرة معاكي وجميلة. وطبعا السكرة دي بتبقى على حسب الرغبة يعني. نزلت هنا يا جماعة بكوبايتين لبن عليهم 3 معالق نشا. بدأت أقلب كده النشا بره الأول في مج من اللبن، ولما اللبن بتاعي بدأ إن هو يغلي نزلت طبعا عليه بالنشا بتاعتي. وبعد كده نزلت طبعا على الكنافة بتاعتي. زي ما انتم شايفين المهلبية ما تبقاش جابسة أوي، لا تبقى مرقة كده شوية عشان خاطر تعرفي تحطيها وتعرف إنها تتفرد معاكي بكل سهولة. بدأت بقى أروح أعمل الكراميل. كوباية ونص من السكر حطيناهم في طاسة كده سخنة. لازم الطاسة بتاعتها تبقى سخنة كده عشان طبعا الكراميل يبدأ إن هو يفك معانا بسهولة. برضو نص كوباية من اللبن نازلين عليها بمعلقة نشا كده، ونفضل نقلب فيها وبعدين ننزل بيها على الكراميل. هتبدأ بقى الكراميل بتاعك يتماسك. في الحالة دي نكون مقطعين صباعين من الموز ونبدأ نوزعهم على المهلبية من فوق. عشان بقى ننزل بقى بالكراميل. الكراميل كان هدي معانا، كان هدي برضو ما نسيبوش ان هو يمسك، لان احنا حاطين فيه نشا هيكون برضو يمسك شوية. الحالة دي يعني بقى ممكن تدخليها التلاجة لمدة ساعتين وبعدين تخرجيها تاكلي منها تبقى جميلة، لأن كل حاجة هتكون تماسكت مع بعضها. دي اعملوها وجربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات.